في الوقت الحالي احنا المفروض خلاص وصلنا لمرحلة الحسم، الاثنين خلصوا كل مبارياتهم. اوسمن طبعا انتهى الدوري التركي، واوسمن فيه اخبار جدا قوية، حتى الاخبار التركية اللي هي المفروض كانت اوسمن اختار الغلطة، انت فاهمين الفكرة. لا خلاص يبي يروح النادي الهلال، العرض اللي تقدم له كان جدا كبير وقوي من نادي الهلال. فتقريبا ان شاء الله خلال اليومين هذه باذن الله حيكون في ان شاء الله حاجة خلاص موثوقة ورسمية باذن الله. اما بالنسبه لبرونو، فبرونو بعد الهزيمه اللي في نهائي اليورو فان شاء الله برضو اقترب، وكلامه اصلا كلامه هو ككابتن وتصريحاته يعني تعطيك لمحه شوي انه ممكن يغير رايه، بانه يعني انا حاطي كل شيء للنادي حتى لو الماديات يبغوها النادي، يعني واضح الكلام. فاحنا وصلنا حاليا لمرحله الحسم ان شاء الله باذن الله، حنشوف ان شاء الله اخبار اقوى واقوى. اما بالنسبه للمدرب احنا الى الان ما وصلنا لنقطه مفصليه، يعني في ناس تقول لك انه الاقرب المفروض والاداره اللي تبغاه انزاجي، وكوينسيساو دخل معانا في الطريق. هل انزاجي يعني خلاص لا ما في ولا حاجه لسه، الرجال هو اعطاك هي قال لك اخلص نهائي دوري ابطال اوروبا بعدين نشوف. فانت حتنتظره لحد يوم 31، لحد يعني يوم 1 الشهر الجاي ويعطيك القرار. اذا ممكن يكون اعطى القرار وخلص، بس انا ما اظن لانه نهائي يا جماعه. انتم متخيلين؟ تخيل انا اروح والله كمدرب اتفق مع نادي وانا عندي نهائي مثلا دوري ابطال اوروبا، فمو منطق الكلام هذا. دخول كوينسيساو كخيار خيار منطقي جدا. انت ما ينفع والله انا اعتمد على انزاجي، شوف يا توقع يرد علينا ولا لا، نسوي زي صلاح مثلا لما ناجل فترتين عشانه في الاخير رفضنا. فصح الفكره انه في خيارات كثيره حاليا تدخل، واتمنى انه ما يدخل فيها منها نونو سانتوس، لاني انا حاسس انه نونو سانتوس بدا يطلطل بدا لا خليها على كوينسيساو، خليها على قالوا في برضه مدرب اسباني وكمان انزاجي. احنا منتظرين ونشوف، الله يوفق لنا يا رب ويكتب اللي فيه الخير.